أعزائي مشاهدي ومتابعي خمسة اسكندراني، أهلا وسهلا بكم. ضيفنا النهارده شخصية هادئة الطباع يمتد إلى جذور وأصول نوبية أصيلة عريقة. عضو مجلس إدارة نادي سكندري شهير، له دور بارز وملموس داخل مجلس إدارته. معنا ومعكم اليوم ضيفنا وضيفكم الأستاذ أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادي سموحة. أستاذ أشرف، في البداية برحب بيك، أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ وليد. احب اهنيكم الاول على نجاح برنامجكم بالشكل الباهر ده، واتمنى لكم دايما التوفيق يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا اشرف، انا شايف فيك مجروحه بالعفو يعني. الله يخليك يا استاذ صلاح. اهلا وسهلا. عاطفت معاك طبعا تجربه خضر في الانتخابات سموحه، برضه عايزين نعرف فكره خضر في الانتخابات دي جات لك ازاي؟ هو كان قرار يعني ايه تقدر تقول مفاجئ ومش مفاجئ. احنا يعني اتربينا في البيت عندنا، احنا عيله بتحب العمل العام. من والدي الحاج احمد مختار 3 دورات متتاليه عضو مجلس اداره التوكيلات الملاحيه والنقابه. والدتي كذلك في العمل العام في النادي الاولمبي، كانت في اللجان دايما كذا سنه، برضه حوالي 12 سنه او حاجه. احمد اخويا مجلس في المجلس، وايمان اختي، كلنا متداولين في العمل العام والاحزاب وكذا كذا، يعني لينا باع في الموضوع ده. فده اللي شجعني اكتر ان انا يعني ايه في وسط العيله وفي وسط البيت ان انا ادخل في العمل العام. دي كانت فكره يعني الحمد لله، وصليت استخاره وتوكلت على الله ان انا انزل الانتخابات. اكيد تعرفت على مشاكل وتطلبات اعضاء النادي ودرست النادي وعرفت اعضائهم عايزين ايه، عشان كده يعني قررت تدخل الانتخابات. ما ده في الاول يعني من ضمن الحاجات اللي خلتني انزل انتخابات، ان انا كنت يعني متواجد دايما في النادي، فمع متطلبات الاعضاء بدات اتابع متطلبات الاعضاء بشكل دوري دايما. ده اللي شجعني اكتر ان انا احب ادخل جوه دايره القرار، تمام، بحيث ان انا اقدر اساعد واقدم حاجه لاعضاء النادي، واقدر افيد، يعني اقدر اكون في مكان موجود اقدر افيد بيه الاعضاء اكتر يعني. أستاذ أشرف، خلينا نتكلم نقول أي عضو مجلس إدارة بيخدم عمل الانتخابات بيقوم بإعداد برنامج انتخابي له. برنامج الانتخابي كان فيه العديد من الاهداف اللي انت نفسك تحققها داخل نادي سموحه، وزي ما انت قلت قبل كده، قلت ان انت اتعرفت على المتطلبات اللي هي كان اعضاء نادي سموحه بيطالبوا بيها مرارا وتكرارا. خلينا نقول برنامج الانتخابي تضمن يعني انشاء مظلات، ودي كان هدفك الاساسي، انشاء مظلات في اماكن كثيره من داخل النادي. ايضا كان في العديد من الاهداف. عايزين نتعرف اكتر ونقرب اكتر من اهدافك واللي انت قدرت تحققه، واللي انت ان شاء الله في المستقبل هتقدر تحققه بمعاونه زملائك داخل مجلس الاداره. بص يا استاذ وليد، اتكلم حضرتك بصراحه. احنا لما بدات افكر في البرنامج الانتخابي بدات احط نقط كتير، تمام، ويمكن البرنامج الانتخابي كان فيه كذا نقطه. مقربين مننا كانوا يعني بينصحوني، بيقولوا لي ان البرنامج الانتخابي مليان كتير، في اكتر من مقترح واكتر من نقطه، كانوا بيلوموني على ده. بس انا لما حطيته ان انا بحلم بيها انها اوصل لها، او بحلم بيها ان انا اشوفها في النادي بتاعي، ان انا اللي موجود فيه، ان انا عضو منه، اللي اولادي هيبقوا فيه بيكبروا فيه. ده اللي حبيت اشوفه فيه. وكان منهم مثلا من ضمن النقط اللي حطيتها، وده كان نقطه مشتركه ما بيني وبين بعض الزملاء في المجلس، كان مثلا منطقه تطوير الملاعب اللي هي كانت عند منطقه المكتبه اللي اتعمل فيها منطقه البادل. بادل تنس. طبعا كان مشروع ناجح واتعمل طبعا تحت اشراف الدكتوره مهنور سامح والعقيد احمد عجلان زملائي في المجلس. ده اتعمل تحت اشرافهم وكانت فكره ناجحه يعني الحمد لله. وان شاء الله اقول لك على الحاجه اللي نازله قريب، هتبتدي تبقى موجوده في النادي قريب، هبتدي العمل فيها. حاجه زي كنت حاطط مقترح مظلات لاماكن الانتظار في منطقه توشكا. بص، منطقه توشكا دي قلب النادي واكتر منطقه بتخدم اعضاء. فدي احنا كنت فكرت في مقترح وقدمته للمجلس. طبعا يعني ده بمعاونتهم، ان احنا كلنا الفكره، حد بيقترح الفكره فكله بيشجع، ما بتبقاش فكره ما بتبقاش فكره شخص، بيبقى كله يقدر يساعد فيها. حطيت الفكره والحمد لله لقيت قبول من المجلس. ان شاء الله هنبتدي تنفيذها قريب. مظلات لاماكن الانتظار لاولياء الامور، ان المنطقه دي بتبقى الشمس فيها الصبح دايما جامده جدا، وفي وقت الشتاء برضه بيبقى فيها الشتاء فما بتبقاش مستخدمه، فيهمنا جدا انها تبقى مستخدمه الفتره الجايه. ايه تاني من الناحيه الرياضيه يا استاذ أشرف؟ بص، الناحيه الرياضيه، انا كان شعاري في الانتخابات سموحه لاولادنا.
فانا كان يعني اللي بحلم بيه او ان انا يعني متوقع اللي جاي ان انا يبقى اولاد النادي دايما هم اللي في الفرق الاولى. تمام. مع مش هقول لك هكذب عليك اقول لك مش هجيب من بره، هجيب من بره بس اقلل من العدد. قطع يبقى جزء ما بقاش كل. فانا ده يعني ده حلمي اللي انا بوصل بيه، ان سموحه اولادنا ان انا اقدر احقق الشعار ده. سموحه لاولادنا ان انا اقدر احققه في وسط النادي، ويبقى اولاد النادي هم المتواجدين في الفرق الاولى كلها ان شاء الله باذن الله. الشيء الجميل اللي درسناه في الانتخابات ان انت ما انضمتش لاي قائمه انتخابيه وخضت الانتخابات مستقلا رغم حرص عدد من المرشحين على منصب الرئاسه اللي شكلوا قائم يضموك لقائمتهم، انما انت خضت الانتخابات مستقلا رافعا شعار ان انت لازم تخدم اعضاء نادي سموحه مع اي رئيس ايا كان الاعضاء اللي اختاروه. طبعا انا يعني بوجه الشكر لكل الناس اللي كانت نازله على منصب الرئاسه، تربطني بيهم كلهم علاقه طيبه وبكن لهم كل الاحترام والتقدير. بس انا كان موقفي ان انا حابب انزل مستقل لوحدي، ما بقاش منحاز لحد. زي ما قلت لك انا تربطني بيهم علاقات، فمش عايز ابقى مع او ضد حد. انا اللي يهمني مصلحه النادي ومصلحه ولاده. تمام. فده اللي انا كنت في الاول بادئ بيه، ان انا اشتغل على النقطه دي. حبيت ان شاء الله لما يعني الحمد لله وربنا كتب لي التوفيق ان انا لما ابقى موجود على الترابيزه ما بقاش منحاز لاي قرار او مش منحاز لطرف. فدي كانت اهم نقطه بالنسبه لي، عشان كده يعني كنت واخد شعار ان انا نازل مستقل. يعني الجانب الفردي في تفكيرك ان انت كنت حابب ان انت تشوف اكيد رصيدك عند اعضاء النادي. الحمد لله انا طبعا يعني بشكر اعضاء نادي سموحه طبعا على الثقه الغاليه اللي اعطوهاني في الانتخابات، والحمد لله دي برضو من ضمن الحاجات اللي كنت هماني ان انا ابقى اعرف رصيدي عند الناس قد ايه، تواجدي في وسط الناس. الحمد لله واتفاجئت يعني الحمد لله بحب الناس ليا، والحمد لله وبشكرهم مره ثانيه على ثقتهم فيا يعني. استاذ اشرف خلينا نقول نجاح الاقتدار في قول لي ملف قطاع الناشئين لكره القدم، وادت الثمار دي ان وجود نادي سموحه وفوزه ببطولتين 2001 و2003. طبعا كابتن العمده له مننا كل احترام وتقدير، كابتن حسين عامر ايضا بطولتين. خلينا نتكلم عن البطولتين دول ثم نعود الى السبب اللي انت شايفه للتراجع النتائج هذا الموسم. ملف قطاع الناشئين مش ملف شائك، هو ملف صعب جدا في النادي سموحه. قطاع كبير جدا بيضم اعضاء كتير جدا. ان انت تخوض فيه طبعا اول ما دخلت فيه ملف مهم جدا، مش عارف انت تبتدي من انهي اتجاه كده. بس الحمد لله استقرينا وقدرنا نجيب الناس اللي هي عندها النهايه واللي هي تقدر تحط خط كده وتمشي عليه لغايه ما توصل بيه النتيجه. تمام. ممكن تكون حققت نتيجه مش بنسبه 100% اللي كنا محتاجينها، بس حققت نجاح والحمد لله. ده كان الدكتور عطيه السيد كان موجود. بعد كده طبعا بدل ذكر قطاع الناشئين طبعا نذكر سياده اللواء محمود صبحي، كابتن محمود صبحي طبعا شخصيه من الشخصيات الجميله اللي هي اضافت في الكوره بصراحه، وفي ملف قطاع الناشئين بالذات يعني بوجه لها كل الشكر والتقدير طبعا. الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق نسبه كويسه، حصلنا وكان ثمار ده انجاز 2001 و2003 زي ما حضرتك ذكرت، ان احنا نحقق بطولتين مهمين زي دول. بس نرجع بقى لنقطه التراجع النتائج الموسم اللي فات ده او حاجه. بص كابتن حسين عامر طبعا شخصيه جميله وشخصيه محترمه، ممكن يكون اتظلم شويه او اتحط في وقت كان عدم استقرار النادي الفتره اللي فاتت، اثر بالسلب عليه طبعا، اثر بالسلب جدا عليه على النتائج. وان شاء الله نتمنى في الفتره القادمه ان هو يكون اخذ خبره اكتر في الموسم اللي فات، بيها يقدر يتفادى المشاكل اللي جايه في الموسم الحالي ان شاء الله. واحنا طبعا المجلس موجود وبيدعمه، وان شاء الله نكون كلنا في ظهره باذن الله وينجح معانا باذن الله. استاذ اشرف نقدر نقول يعني ناخد من كلامك ان الكابتن حسين عامر طبعا كان اول مره يتولى المسؤوليه. طبعا انت بتقول حجم قطاع الناشئين لكره القدم في سموحه حجم كبير جدا، فنقول ممكن ان الفتره اللي هو مسك فيها طبعا كان حديث العهد بيها. تمام. كانت اول مره كان هو طالع من 2001 تحت حقق بيها بطوله. طبعا تولى ملف قطاع الناشئين. قابلته صعوبات يعني زي ما قلت لك يقدر يتفاداها بقى السنه الجايه. هو اخذ خبره كبيره وان شاء الله احنا معاه
وان شاء الله يبقى عمل يعمل اداء كويس الفتره اللي جايه دي نتفادى بيها اللي حصل. اعلنت رسميا توليه رئاسه قطاع الناشئين للموسم الجديد. ان شاء الله كابتن حسين عامر يكون معانا باذن الله الموسم الجديد باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. نعود للاحداث اللي جايه يا استاذ اشرف. هل الصلح او المناقشه المصالحه مع المهندس فرج عامر واستقرار الاوضاع احدث فجوه بينك وبين زميلك احمد عجلان؟ بص النقطه دي طبعا احمد عجلان ده صديقي واخويا وصاحب وجدع جدا، وخلي بالك لما تقرب منه انت تكتشف منه تتعامل معاه عن قرب ان هو شخصيه محترمه جدا، شخصيه قلبها ابيض جدا. لا طبعا هم احداث فجوه. احنا علاقتي باحمد عجلان ابتدت صداقه من ترابيزه المجلس، وان شاء الله مش هتنتهي عن ترابيزه المجلس، يعني هي ابتدت من هنا. لا خالص، لا خالص، انا بكن له كل الاحترام والتقدير ولا يعني انا كنت ضد استقرار الاستقاله بتاعه تمام، ونصحته في يوم الاستقاله ان هو ما تقدمش احمد الاستقاله، بس هو كان ليه وجهه نظره. يعني بص كل واحد لينا ليه نقطه، ممكن توصل في حد يقدر يفتح صفحه جديده ويبتدي يشتغل اكتر، في حد بيبقى خلاص انا وصلت النقطه كده مش هقدر افتح صفحه جديده. بس واحنا اثناء يوم اللي حصل فيه الاجتماع بتاع الصلح مبادره الصلح طبعا بشكر معالي الدكتور اشرف صبحي طبعا على مبادرته، وطبعا السيد اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه والدكتور صفاء الشريف والحاج محمد مصلحي والحاج خميس الغنيمي والحاج احمد مختار طبعا والدي ده طبعا يعني عايز اذكره طبعا، والدكتور عمر طبعا على سعيه يعمل الصلح. طبعا احب اشكر الناس دي كلها واوجه لهم الشكر. الناس كذا حد من الشخصيات المرموقه اللي كانت موجوده حاولوا يتواصلوا مع احمد تمام، بس هو للاسف كان تليفونه خارج نطاق الخدمه او مقفول. اكتر من شخصيه من الناس اللي كانت موجوده، الناس ذو حيثيه كبيره في المجتمع طبعا حاولوا يتواصلوا معاه، بس هو انا حاولت اتصل بيه كذا مره واتصلت باصدقائه واتصلت بيهم، يعني حاولوا ان انتوا تجيبوه يجي عشان نفتح صفحه جديده كلنا. مع الواقع طبعا كان في يعني ناس كانت تشهد بالموضوع ده، بس ما كنتش اتمنى طبعا هو يستمر في الموضوع ده. عايز تثنيه عن الاستقاله ولا تحضره في المبادره؟ لا اثنيه على الاستقاله طبعا ويحضر معانا المبادره ونفتح صفحه جديده بقى. خلاص احنا معانا وقت لسه فتره كبيره نقدر نحقق بيها انجازات، نقدر المشاكل خلاص فتره وصفحه واتقفلت خلاص، عايزين نقفلها بقى نبدا صفحه جديده. نشوف النادي محتاج ايه. النادي محتاج شغل كتير جدا مننا احنا كلنا بالتعاون من المجلس. لا يعني النادي محتاج مجهود كبير قوي 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 قوي، لازم كلنا نقدر نحط ايدينا في ايد بعض ان احنا نشتغل. فده كان غرضي ان هو يبقى موجود معانا بحيث ان انا خلاص اقفل بقى صفحه الخلافات ونطوي الصفحه دي خالص. بس ده بس يعني قدر الله مش هفعل، يعني هو ما قدرناش نوصل له اليوم ده يعني. لكن زي ما استاذ صلاح سالك يا استاذ اشرف، خلينا نقول يعني اذا العلاقه لا تنتهي ابدا مع زميل من زملاء المجلس او حتى تحديدا العقيد احمد عجلان. لا خالص، لا خالص. مجلس اداره بلديه علاقه خارج النادي وخارج اسوار النادي. خارج النادي طبعا ده صديق واخ وصاحب جدع ولا يعني ما تنتهيش العلاقه عند كده خالص. ان هي كانت ما تربطناش الاول، يعني معلش ما كانتش تربطنا ترابيزه مجلس سوري انا اسف في اللفظ يعني المصلحه، لا احنا ما تربطناش كده خالص ابدا، وانا ولا اي حد من زملائي من المجلس. احنا تربطنا علاقه حب واصحاب وصداقه، وقوف جنب بعض في حاجات كتير، ووقفنا جنب بعض في مشاكل كتير بره المجلس وجوه المجلس. فلا ما تنتهيش عند كده ابدا طبعا. استاذ اشرف خلينا ننتقل يعني للموسم الجديد وتعاقدات الموسم الجديد، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. لمسنا نقطه جديده في مجلس الاداره وخاصه بعد مبادره الصلح بينك وبين المهندس فرج عامر. خلينا بنقول شفنا بعض الصور تجمعت مع المهندس فرج عامر بوجود الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادي والدكتوره مهنور عضو مجلس الاداره اثناء توقيع المدير الفني الجديد لكره السله الكابتن فادي هاني والمدير الفني الجديد لكره القدم الكابتن احمد سمير. خلينا نقول وصفه هذه الروح الجديده داخل مجلس الاداره. بص اقدر اقول لك ان احنا بعد موضوع الصلح احنا عندنا يعني النوبيين قلبهم ابيض تمام، بدل وعندنا حاجه احنا بنلتزم بالكلمه قوي، بدل قلنا اتصالحنا فخلاص بيبقى اتصالحنا تمام، بنشتغل بجد خلاص. فقصدت ان انا ابقى حريص ان احنا نبقى موجودين متواجدين في كل حاجه عشان نثبت للناس ان هي فعلا مصالحه، مش مصالحه سوريه، احنا مصالحه لصالح خلاص نقطه. ومن اول لصالح كيان النادي سموحه ده كان كبير، ما ينفعش ان انا
يعني نكمل في الخلافات اكتر من كده. الخلافات خلاص نقطه صفحه وانطوت خلاص، فبدانا ان احنا نحط الاجهزه الجديده. طبعا بتمنى التوفيق كابتن فادي هاني وكابتن مصطفى سكر وكابتن احمد سمير وكابتن عماد نوار في الفولي، كابتن وليد منير في الهاندبول. الحمد لله شخصيات قويه تقدر تدير الملاعب وتدير الالعاب المسؤولين عنها بشكل كويس. واحنا كمان احب اقول لك ان احنا مش مقتصر موجودنا على الالعاب دي، لا احنا موجودين في كل الالعاب. المجلس يوميا موجودين، اعضاء المجلس كلهم موجودين يوميا في النادي، موجودين ان شاء الله في كل الالعاب. بين الناس هيبقوا موجودين، نقدر ان احنا يعني نحقق للناس اللي هم كانوا بيتمنوه مننا او اللي منتظرينه مننا. استاذ اشرف، خلينا نتكلم على موضوع التوقيع ده. هل بيحصل مشاورات بينك وبين مهندس فرج عامر او بينك وبين بعض زملاء المجلس زي الدكتور عمر وليمي، الاستاذ رامي فتح الله، الدكتور ميدو، بيحصل تشاور قبل الاعلان الرسمي ده؟ طبعا ولو في اختلاف بنتناقش كلنا وكله بنسمع الراي والراي الاخر وبنوصل كلنا لنتيجه مرضيه ترضي كل الاطراف. يبقى طالع لما فيه هو مصلحه النادي، مش رضا شخصي، رضا لمصلحه النادي تبتدي ازاي، والناس كلها بتقول رايها. وان شاء الله الخلافات والحاجات دي خلاص بقى تتقفل عليها اوضه. انا رايي كده نتقفل عليها اوضه واحده جوه المجلس ان شاء الله. عوده الكابتن فادي هاني، رايك في ايه؟ كابتن فادي هاني شخصيه قياديه في الملعب، انا شفته كتير وهو الموسم اللي فات لما كان معانا في الملعب. لا ليه حضور في الملعب، بيقدر يقود الملعب بشكل كويس، يقدر لعيبه بتحبه، الناس يعني لا يقدر يعمل شغل كويس مع كابتن احمد سمير كابتن منتخب مصر. الحمد لله ان انا يعني اختيارنا كان موفق ليه. كابتن ليه تاريخه، ليه سي في تقيل، سي في قوي، لسه حصل على بطوله افريقيا، وكذلك كابتن عماد نوار. الاثنين كانوا واحد للبنات واحد للولاد. الحمد لله قدرنا ان احنا نتفق معاهم الاثنين يجوا برضه، واحد للولاد واحد للبنات، والاثنين يشتغلوا في نفس المكان. الحمد لله نتمنى ليهم بدايه ناجحه باذن الله. كابتن وليد منير شخصيه محترمه جدا، شخصيه مهذبه جدا، عنده فكر، عايز يرسي مبادئ. ان شاء الله نتمنى انه يقدر يعمل بيها ويرسي المبادئ اللي هو قاعد يتكلم معانا فيها. بصراحه فكره كويس جدا ونتمنى له التوفيق طبعا ان شاء الله. يا استاذ اشرف، شفنا اجواء جميله في مبادره المصالحه اللي قررها السيد وزير الشباب والرياضه وحضور القامات اللي انت قلتهم. اوصف لنا المشاعر يعني، خاصه بعد تكريم الحاج احمد مختار الرمزي الكبير على هامش المبادره. مشاعرك اثناء المبادره دي ايه؟ طبعا في البدايه بما حضرتك ذكرت التكريم، طبعا بشكر الباشمهندس محمد فرج عامر ان هو يعني على تكريمه للحاج احمد والدي، طبعا كل الشكر ليه. بص، هي المشاعر حته ان انت تنتهي من الخلافات، تبتدي صفحه جديده فيها راحه نفسيه. يعني حتى دلوقتي في جو ملائم للشغل، جو صحي للشغل الحمد لله. وده لمسناه الفتره اللي فاتت، احنا بقى لنا حوالي اسبوع 10 ايام، لا حسينا في جو ملائم للشغل، هتقدر تدي اكتر. دي كانت الحاجه ان انت الواحد بقى متفائل، داخلين صفحه جديده، متفائلين ان احنا نبتدي صفحه جديده. بس ده اللي اقدر اوصف بيه احساسي. طبعا بشكر كل الناس اللي سعت للموضوع ده. طبعا يعني ناس طبعا معالي الدكتور اشرف صبحي، سياده اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه، الدكتور صفوان الشريف، الحاج محمد صلحي، الدكتور عمر، زملائي في المجلس، الاستاذ عبد الله عثمان، مستشار صالح، والساده النواب اللي كانوا موجودين طبعا. لا يعني كان يوم، كانت لفته طيبه طبعا، وكان بشكرهم جدا طبعا على وجودهم يعني في يوم زي ده. على هامش المبادره كلمه جميله اوقعها السيد الوزير المهندس فرج عامر بالاشاده بالنوبيين. طبعا يعني اشادوا بالنوبيين وبدورهم وبتواجدهم، وطبعا انا بوجدهم هنا. طبعا النوبيين دول انا اللي منهم، وبفتخر يعني ان انا راجل نوبي لاصول النوبيه. طبعا دي حاجه تزيدني شرف طبعا، كان هم قالوا طبعا يعني. استاذ اشرف، طبعا خلينا في سياق هذا السؤال. وجود معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ولمسته الطيبه باجراء هذه المبادره، ده شيء طبعا بالفعل يدل على انه طبعا وزير له حضور بالفعل. طبعا الدكتور اشرف من الشخصيات الناجحه جدا، شخصيات اللي ليها حضور، اللي بتحاول تذلل اي عقبات للانديه وللمجالس اداراتها انها تقابلها. طبعا كان حضوره مهم جدا جدا جدا، وكان ليه دور كبير قوي في
في اليوم ده والمبادره دي. استاذ اشرف، ننتقل يعني الى طاوله مجلس الاداره. البعض يؤكد او يلمح الى ان هذا الصلح سيجعل الاستاذ اشرف مختار يتغاضى عن بعض القرارات داخل مجلس الاداره، تعليقك على ايه؟ بص يعني استاذ صلاح يشهد يعني طبعا احنا ناس نوبيين تمام. قرارنا بيبقى من نفسنا تمام. لو انا من الاول عايز ادخل في الموضوع ده ان انا اتغاضى او اغض البصر او كده، كنت قدرت اعمل ده من زمان، ما كنتش ضيعنا وقت كتير في المشاكل. بس اللي نقدر نقوله ان احنا الفتره اللي جايه هتبقى يعني لو في اختلاف او حاجه مش اعتراضات، هيبقى في اختلاف او اعتراضات هتبقى داخل اوضه المجلس بطريقه محترمه وبطريقه شيك، ان احنا نبقى جوه المجلس، تبقى جوه على الترابيزه زي ما بيقولوا، اختلافات في اوضه غرفه مغلقه تقدر ان هي تطلع بيها بقرار لصالح النادي يعني. بس مجال التشاور موجود. طبعا مجال التشاور موجود بصراحه، وده حاصل حاليا يعني. في بعض القرارات في الفتره اللي فاتت لا بيبقى في بنتشاور فيها وبنسمع اراء بعض، والحمد لله بنطلع بيه لصالح النادي يعني. بس في النهايه الاختلاف الراي لا يفسد، طبعا لا اختلاف الراي لا يفسد الود القضيه. المصلحه العامه للنادي. طبعا، وكله في الاول وفي الاخر يعني الحمد لله انت عندك ثقه ان كل اللي موجودين على الترابيزه شغالين للمصلحه العامه، مش شغالين لاي حاجه. انت دي حاجه تثق فيها، ان هم الناس كلها بتخدم النادي بقلب، ده عمل تطوعي وهم بيخدموا النادي بقلب، وكلنا شغالين قلبنا على النادي، مش اكتر من كده يعني. فترة الاستاذ اشرف يعني عايزين توصفنا على فترة من المجلس. دكتور عمر ونيمي، الاستاذ رامي فتح الله، الدكتوره ميمون، المهندس فرج عامر، علاقتك كيف تصف هذه العلاقه داخل مجلس الاداره؟ طبعا نبتدي طبعا بباشمهندس فرج عامر، هو طبعا رمز من رموز النادي سموحه. طبعا كل حد قاعد على الترابيزه دي، راس الترابيزه دي يبقى هو رمز من رموز نادي سموحه. بكن له كل الاحترام والتقدير. احنا بنشتغل مع بعض حاليا، فاتحين صفحه جديده تعاون. علاقتي بيه علاقه جيده جدا حاليا. نتمنى انها تدوم طبعا كده، ونتمنى ان احنا يعني ما تدخلش اي خلافات ثانيه باذن الله. عمر بقى، الدكتور عمر بقى ده صديق واخويا وصاحب يعني. بتربطنا علاقه طيبه جدا. ايدينا واحنا بص يعني المجلس ده فيه باور الشباب. احنا كلنا اعمارنا الثلاثينات، 35 38 سنه 39 سنه، طبعا اكبرنا سنا طبعا الباشمهندس فرج. احنا في باور الشباب، تحس بحماس الشباب واحنا موجودين. بنعمل كمجموعه واحده، تلاقينا في الماتشات احنا بنشجع، مش واقفين قاعدين بنتفرج، لا احنا بيبقى يوم احتفاليه العيد يعني. طبعا كنا كلنا متواجدين في التنظيم، من اول التنظيم من اول الصبح لغايه لما اليوم انتهى خالص وخلصنا اليوم بعد صلاه العيد، كنا كلنا متواجدين قلبنا على النادي. عايزين حاجه تطلع شكلها حلو، مش هممنا حاجه. احنا في الاول وفي الاخر اليوم اتعمل، بس اهمين انه يطلع بشكل كويس جدا، بشكل مرضي للاعضاء، الناس تبقى راضيه، الناس تبقى مبسوطه. بس ده كان كل اللي همنا يعني فيه، ده هدفنا، ان الناس تبقى راضيه. عضو النادي بس ده اكتر حاجه تهمنا، ده التارجت بتاعنا اللي قدامنا، ان انت يبقى عضو النادي هو عنده حاله رضا من وضع النادي حاليا. ان شاء الله. الله يخليك. اعزائي المشاهدين ومتابعي الخمسة اسكندراني، ما زلنا مع لقائنا المشوق والمثير مع الاستاذ اشرف مختار عضو مجلس اداره نادي سموحه. نخرج فاصل ونعود الى فقره الرسائل الخاصه. أعزائي المشاهدين ومتابعي خمسة اسكندراني، عودنا مرة أخرى إلى لقائنا الشيق والممتع والمثير مع الأستاذ أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة وفقرة الرسائل الخاصة. فقرة الرسائل الخاصة فيها أشرف من رسائل الشخصيات كده. هنبدأ معاك برسالة خاصة للدكتور أشرف مختار.
طبعا معالي الدكتور اشرف صبحي احب اشكره طبعا على المبادره الطيبه وتشريفه لينا في النادي الاسبوع اللي فات. حضرتك شخصيه محترمه جدا، مجتهده جدا وبتسعى دايما للافضل. قابلت تحديات كتير ونجحت نجاحات كتير جدا على الارض، دايما ناجح. نتمنى له دايما التوفيق ان شاء الله يا رب، دايما مزيد من النجاح كده يا رب ان شاء الله. المهندس فرج عامر طبعا احنا مرينا بخلافات الفتره اللي فاتت، نتمنى كده ان شاء الله. هو رمز من رموز نادي سموحه طبعا، ما حدش ينكر ده. نتمنى كده ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى فتره احسن، ندي للنادي اكتر، ونتمنى ان احنا ما نديش مجال بقى الناس في طبعا زي ما انت عارف في الخلافات، في ناس بتستفيد من الخلافات، فاحنا نتمنى ان احنا الناس يعني ما تدخلش ما بيننا في الخلافات ان شاء الله. بس كده. الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد طبعا الحاج محمد مسلحي طبعا نادي الاتحاد طبعا سيد البلد طبعا. احب اوجه طبعا لجمهوره وبشكره من هنا وبحيي جمهوره ومجلس ادارته المحترم. الحاج محمد مسلحي طبعا انا تربطني بيه علاقه قويه جدا، هو صديق للحاج احمد والدي بحكم الشغل. طبعا احنا مجالنا الملاحه وفي نفس المجال. بحكم الشغل طبعا الحاج محمد عمل حاجه قدر يجمع قلوب الناس حواليه، يعني من الشخصيات المحبوبه جدا في الشخصيات الجميله، قدر يجمع قلوب الناس حواليه، ودي حاجه صعبه جدا. بتمنى له دايما التوفيق والنجاح، والحاج محمد ده اخونا الكبير يعني. رساله تحب توجهها للاستاذ وليد عرفات؟ استاذ وليد عرفات طبعا استاذ وليد عرفات ده اخ كبير ليا واخ فاضل، انا بعتز بيه جدا. استاذ وليد لما مسك مسؤوليه النادي مسكه في وقت صعب جدا ليه، هو كان عنده ظروف صعبه جدا، مر بظروف صعبه جدا، بس يعني كان نفسه يحقق حاجه احسن. طبعا بتمنى له التوفيق دايما، بس قدر الله مش هفعل يعني. نتمنى ان شاء الله التوفيق فيما هو قادم. طبعا استاذ وليد ده طبعا برسل له كل التحيات الطيبه. رساله خاصه للدكتور عمر المنيمي. دكتور عمر ده بقى صاحبي واخويا وجدع، شخصيه دايما في واقفين جنب بعض، واقف جنبنا دايما. راجل معنى الكلمه يعني. ليه هو شخصيه ليها طموحات وحماس، وفي الشغل ده بيبان جدا. عنده دايما حماس الشغل، ودي حاجه كويسه جدا. اتوقع ان شاء الله نجاح مبهر في الفتره اللي جايه باذن الله. في ظل الجو الملائم للعمل، لا الناس هتشوف حاجه كويسه منه جدا باذن الله. رساله تحب توجهها للاستاذ محمد سويدان؟ الاستاذ محمد سويدان طبعا ده اخ عزيز، اخ كبير. يعني هو هو صاحب الراي الحر دايما، بيدخل على طول مهما كنت صديقه، هو يدخل على طول بيقول كلمه حق، صاحب كلمه حق، وراجل محترم جدا جدا جدا. انا بعزه معزه شخصيه يعني. اتمنى له كل التوفيق، وبشكره طبعا من هنا على الكلام الجميل اللي قاله في حقي لما كان معاكم في البرنامج. طبعا احب اشكره جدا يعني. رساله خاصه لاعضاء نادي سموحه. اعضاء نادي سموحه طبعا، اعضاء نادي سموحه انا اتشرفت بثقتهم فيا. اتمنى ان انا في الفتره اللي فاتت كنت عند حسن ظنهم في اللي فات، واتمنى في الفتره اللي جايه اقدر اخدم اكتر بحيث ان يبقى عند حسن ظنهم اكتر. استحملوا فتره مشاكل في المجلس. نتمنى اللي جاي نوعدهم ان الدنيا تبقى احسن بمجهودنا وبوجودهم معانا ودعمهم لينا دايما. طبعا رساله اخيره بتوجهها للرمز والاب الجميل، الشخصيه المحترمه القديره، الحاج احمد مختار. بص الحاج احمد مختار طبعا يعني ايه، الرمز النوبي تمام، رب البيت زي ما بيقولوا بالاسره النوبيه. الحاج احمد طبعا ده حاجه بتخليني افتخر، وبشكر ربنا واحمد ربنا دايما لما انا بقول ان انا ابن الحاج احمد مختار، ان لما بتيجي سيرته في اي مكان الحمد لله بتذكر بالخير، فده بيخليني دايما مرفوع الراس ان انا يعني ابنه تمام. خصوصا لما بتيجي في مواقف يقول لك مثلا انا اتصرف تصرف، ده بقى بالحاج احمد ده اللي زرعه فينا من غير ما تحس. هو مش بيديهولك، هو ده زرعه فينا من تصرفات مواقف انت شفتها منه في الحياه. زرع فينا ان انت ما تعمل موقف ليه حد يقول لك يعرف
تعرف الحاج كويس يقول لك تصدق الموقف ده انت فعلا ابن الحاج احمد مختار. دي بتبقى عندي انا بالدنيا وبفتخر بيها جدا جدا. الكلمه دي بتبقى بالنسبه لي مرضيه جدا جدا جدا. طبعا هو نعم الاب ونعم الاخ ونعم الصاحب ونعم الجد. تمام. الولاد طبعا متعلقين بيه جدا كل اولادنا. اتمنى له طبعا كل خير دايما، وقعدت اشكره من هنا لبكره الصبح طبعا مش ولا 1% من اللي هو عمله معانا يعني. الله يخليك. طبعا استاذ اشرف خلينا نقول ده كان لقاء مثمر، لقاء ممتع ومشوق معاك استاذ اشرف مختار عضو مجلس اداره نادي سموحه. بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافه. انا اللي بشكركم ان انتوا اتحتوا لي فرصه ان انا ابقى معاكم موجود في برنامجكم المحترم. مبروك لنجاحه، دايما كده موفقين ودايما كده ناجحين، واحنا يعني فخورين ببرنامج زي البرنامج بتاع 5 اسكندراني انه يبقى موجود على الساحه الرياضيه يعني. الف شكر لمجهودكم. الله يخليك. الله يخليك. اعزائي المشاهدين ومتابعي 5 اسكندراني، ده كان لقاءنا مع الاستاذ اشرف مختار عضو مجلس اداره نادي سموحه. انتظرونا في الحلقه القادمه وحوار ساخن جدا مع شخصيه بارزه جدا.